كلمة عن تيسمسيلت. تيسمسيلت جزء من هذا الوطن الكبير الجزائر، ولكن هذه المنطقة لم تكن غائبة عبر التاريخ الجزائري، ما كانتش غائبة. المنطقة كانت حاضرة بمجاهديها. جهاد نهار اللي كان الشباب نتاع الجزائر، والموضوع عن الشباب، ونتفكروا بالمهيدي ونتفكروا ومن معه، ما ذكرناه على سبيل التمثيل. الشعب احتضن الثورة وكان الشعب ثائرا. إذا تيسمسيلت ما كانتش غايبة، كانت حاضرة بالرجال نتاعها، بالنساء نتاعها، بالمجاهدين نتاعها. وهذا شرف كبير باش الجيل نتاع الضرك كي يقرا التاريخ نتاع الجزائر عموما ولا التاريخ نتاع تيسمسيلت يفرح، يقول انا عندي اساس صحيح، الاساس متين. وحينما يتحدث شباب اليوم، جيل اليوم، عن امجاد الاجداد، يتحدث عن الامجاد، عن البطولات، يفرح. زيد وهو مطالب أيضا ببناء أمجاد على أمجاد، لأنه لازم ما ننسوش خير السابقين، كما قال ربي في سورة الحشر الآية 10: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هم السابقون، ولكن في الوقت نفسه جيل اليوم مطالب بأن يبني أمجادا على أمجاد. هذه كلمة عن تيسمسيلت. كلمة أخرى عن الشيخ البشير الإبراهيمي الذي سمي هذا المسجد باسمه. وأنا داخل المسجد تفكرت واحد الموقف صار في وقت الثورة. إيه هو؟ ما أرويه لكم حدث، والتاريخ مواقف وأحداث. الشيخ البشير الإبراهيمي كان في القاهرة في ذاك الوقت، طبعا مهمته واضحة. دخل عليه واحد الشاعر مصري اسمه بدر الدين، راح يزور هذا المجاهد، يزور هذا العالم علامة الجزائر. يوم أن قيل له هذا يتقدم علامة الجزائر، فقال للحاضرين من كبار العلماء، قال لهم أنا علامة الجزائر. وطبعا وهو من سدنة اللغة العربية. الشيخ البشير قال لهم أنا علامة الجزائر، ماشي علامة الجزائر. والكلمة لها دلالات. دخل عليه الشاعر في المكتب نتاعو، وجده يدمع يبكي. الشاعر بدر الدين قال للشيخ البشير الإبراهيمي: ما يبكيك يا إمام؟ علاش تبكي؟ واش قال له الشيخ البشير؟ قالوا: بشائر النصر جاءتني من الجزائر. جاءت أخبار انتصارات المجاهدين هنا في الجزائر ضد المحتل الفرنسي. قالوا نبكي بالفرحة ماشي بالحزن. وعلى بالكم العين تبكي هاك يا تبكي هاك، العين تدمع يا إما بالحزن وإما بالفرح. قارن استقبالي ثم ثرى ذا تسوث كي ترعد الرعدة تنزل المطر، وكذلك الكبدة كي ترعد تنزل الدمعة. والقاسم المشترك بين المطر والدمع كلاهما ماء. حتى الشاعر يقول: يا عين لقد صار لك البكاء عادة، فصرت تبكين في فرح وأحزان. واش قال الشيخ البشير؟
البدر الدين قال له دموع الفرح بشائر النصر جاءتني من الجزائر. بعد ذلك ماذا حصل؟ هذاك الشاعر كتب قصيدة من أروع ما كتب في الموضوع، بداها بالدمعة نتاع الشيخ البشير. قالوا دمعي معك روحي معك والقلب في خفقانه يسعى معك يا ابن الجزائر يا أخي ما أروعك. عند أهل الفن الأدب يعلمون أن هذا القصيد خاصة حينما يكون مرتجلا بدأها بالدمعة. قالوا دمعي معك روحي معك والقلب في خفقانه يسعى معك يا ابن الجزائر يا أخي ما أروعك، إلى آخر القصيدة التي سنكملها في فترة أخرى وإلا ننسى الدرس. واش قال الشيخ البشير؟ قال له إن شاء الله يا ربي تستقل الجزائر وتروح أنت للجزائر وتقرأ القصيدة هذه على الجزائريين. هو الدعاء نتاع الشيخ البشير، وربي سبحانه حقق المقاصد. روح يا زمان جي يا زمان. في 1985 في بجاية كان ملتقى الفكر الإسلامي تحت عنوان الغزو الثقافي والمجتمع الإسلامي المعاصر. في وين داروا مؤتمر الصمام؟ في الجبل. جاب ربي هذا الشاعر أول مرة يزور الجزائر وحكى هذه الحكاية التي نرويها بالسند العالي، نتكلموا على السند، وسمعتها شخصيا منه مباشرة، أرواها كما سمعت. إذن هذه هي الرواية.